السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعت لكم في فيديو جديد في الحلقه الثالثه من سلسله من الصفر. بس قبل ما ابدا يا جدعان، ما تنساش تدعموني بالشير واللايك والسبسكرايب، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الفيديو النهارده هيكون جامد واسطوري. وهتنسى يا صاحبي تدخل لينك جروب التليجرام اللي تحت في الوصف عشان هتلاقي فيه كل جديد. ويلا بينا نبدا على الفيديو. يلا بينا يا صاحبي، نبدا باول حاجه. ندخل على الميشن هنا، نستلم كل الهدايا. طبعا التسجيل دخول 3 ايام. وهنا خدنا بطاقة 5 نجوم نفتحها طبعا. وهنا هندخل كمان على الميشن نكمل بقية الهدايا. بقى معانا 1,097,000 GB. وهنا هندخل كده نستلم كل حاجة. يلا بينا كده. خلص كل احداث النهاردة المتعلقة وخدنا 100 كوين. وكده خلاص بقى معانا 250 كوين. كده هندخل بقى على الباكجات. واول باكج معانا هنفتحه طبعا هو باكج الشو تايم اللي فيه كفرتسخيليا نازل بالمومنت دريبلينج. واول فتحه كده نقول بسم الله، وما فيش حاجه طبعا بيضه. طيب تمام ماشي. جانا لاعب 3 نجوم يعني ماشي مقبول. يلا ندخل بقى على الباكج التاني. عندنا باكجين اجمد من بعض يعني، والباكج ده عايزين اي حد يكون 5 نجوم. يعني اي حد يجي 5 نجوم هينفعنا بصراحه. وننزل تحت ممكن مثلا ناخد راشفورد او مولينا مثلا. طيب نفتح كده ونقول بسم الله. اول فتحة بسم الله. يلا بينا نفتح. وهنا يا جدعان نفتح الفتحة ونشوف هيجيلنا مين. يا رب يكون اهم حاجة بس يكون 5 نجوم. يا رب هيجيلنا لاعب ايه؟ جالنا لاعب 4 نجوم. يا الله عليك يا كونامي. مين ده؟ راشفورد. لا حلو يعني احنا نحمد ربنا والحمد لله اللي هو 4 نجوم يعني حلو. هو فين راشفورد؟ هنا في الباكج هو تحت. طب كنت جبت يعني ماشي، هو حلو راشفورد مش وحش، نحمد ربنا. ندخل بقى على الباكج اللي بعد واللي عايزين منه اي حد حرفيا من فوق، وبالذات كمان حكيم زياش عايزينه يعني. ده باكج بصراحة جامد توب. اي حد من فوق راضيين، المهم يكون لاعب حلو كده. يلا نشوف كده. الله ممكن برابط برضو. هنقول بسم الله في اول فتحة، وبسم الله يا رب يكون 5 نجوم يعني. بتلف ايه يا رب. جالنا لاعب ايه من غير دوري خالص طبعا عشان منتخبات، وجالنا لاعب 5 نجوم عظيم. يا ترى يطلع لنا مين؟ يا ترى رقم 20 فودن. عاش قوي يا جدعان فودن لاعب جامد. والحمد لله ان هو لعب 5 نجوم طبعا، بس الحمد لله ان هو جالنا اصلا فودن يعني. طيب تمام. احنا كنا نتمنى اي حد من الباك ده من الصف اللي فوق، بس تمام. بيلعب من فلانك وعنده الدريبل 93 يعني. هو معتمد فينش يعني متوسط، كيرل متوسط، سبيتو اكسلري. طيب هو فودن معتمد على الدريبل اكتر حاجه، عنده دبل تاتش سيركتور، ما عندوش البوينت كروسنج. طب كنت حاطله في لعب يبقى عنده سبيشال دبل تاتش. طيب تمام خلاص كده. ندوس هنا ونشوف الباكج. نجيب باكج مثلا مش عارف بصراحه، محتار. نفتح على الباكج ده فتحة كمان ونقول بسم الله. يا رب يجيلنا لاعب 5 نجوم. اهم حاجة يكون لاعب 5 نجوم. بسم الله. من غير دوري خالص و5 نجوم جامد. الحمد لله ان هي 5 نجوم. جالنا مين؟ رقم 3 بيبي. يا الله. طب انا افرح ولا ازعل دلوقتي؟ افرح ان هو 5 نجوم ولا ازعل؟ طب بيبي لو كان بيلد اب كان هيبقى ماشي، كان هيبقى حلو. انا مش عارف بصراحة يعني، ده حظ حلو ولا وحش ولا ايه؟ بيبي يعني هو حالته ان هي انوفرنج، دي حاجة حلوة ان هو انوفرنج عنده يعني عنده مهارات حلوة، عنده الهيدنج وانترسبشن. بس تمام كده يعني. جالنا فودن وجالنا هنا بيبي يعني. طب هاتلنا زياش مثلا يا عم، كان هيبقى جامد. طيب كده نفتح فتحة كمان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى يطلع لنا مين؟ ده طبعا الباكج التاني يعني. ممكن يطلع لنا لاعب مثلا، ممكن امبابي يعني مثلا. نطمع على في امبابي لاعب 5 نجوم، ده حاجة جامدة. الحمد لله اللي لاعب 5 نجوم. بسم الله. رقم 8 جاكبو يا جدعان. جامد قوي والله. النسخة دي انا كنت عايز اجربها يعني، نسخة جامدة قوي. اجمل نسخة لجاكبو نزلت. سيبك بقى من النسخة 98 اللي فاتت دي، ما كانتش يعني قوي.
النسخة دي بيلعب دي لاينج فورورد، ونسخة جامدة وجبارة. جالنا الحمد لله لحد من الأربعة اللي فوق، وبرضه في الباكج التالت لقيناه فاضي لحد من الأربعة اللي فوق. نفتح بقى الباكجات الخمس نجوم دي. نسكيب على طول. مين ده؟ ده بيلينجهام، عظيم أوي، جامد والله. نفتح الفتحة التانية. مين يا ترى؟ يا ترى جيمس؟ ده جيمس جامد جامد أوي إن هو جيمس، ممكن ينفع. الفتحة الأخيرة بقى ترى يطلع لنا مين؟ رقم 8 في ريال مدريد، ده طبعا توني كروس الأسطورة. ماشي حلو، وحظنا يعني متوسط حلو، بس كنت طالع لنا ميسي نيمار صلاح حاجة زي كده، بس تمام الحمد لله الحظ حلو لحد دلوقتي. دي الخطة غيرناها طبعا، وهنلعب بالخطة دي يعني كده ايه، حاولنا نظبطها. ودي اكتر حاجة، ودي يا جدعان شايفها انسب تشكيل اللعيبة بتاعتنا طبعا. وهندخل هنا على المدربين، وطبعا عملت في المنتدى واخترته اللاعب الكويك كونتر اللي هو كلوب، ويعني اغلبكم اختار دي، فهنجيب خلاص كلوب كده معانا. وهندخل بقى نجيب اللعيبه اللي انتوا قلتولي عليها في التعليقات على الفيديو اللي فات. هجيب اغلب اللعيبه مش اللعيبه كلها. واول لاعب عندنا سام ماكسمين اللي انتوا قلتولي عليه، وطبعا اللاعب ده انا عارفه جبار وطلقه بصراحه، بس عيبه بصراحه ان انا شايف ان هو ما عندوش دبل تاتش خالص، ودي حاجه شايفها عيب. وهنجيب اللاعب اللي بعده هو عثمان ديمبلي، برضو قلتولي عليه. كل اللعيبه اللي هنجيبها دلوقتي قلتولي عليها في التعليقات، وده لاعب جبار يلعب RMLM. وهنجيب اللاعب كيزا، دي اهم اللعيبه اللي انا شايفها مناسبه لينا دلوقتي، وهنجيبهم وظبط التشكيله. طبعا هنجيب الاول مدرب كلوب ونحطه هنا كده، يعني انا شايف التشكيله خلاص يعتبر ظبطت معانا. عندنا جابرييل مارتينيلي على الشمال، وسام ماكسيمين على اليمين، وعندنا في الهجوم جاكبو، وده الاحتياطي بتاعنا يعني. بس انا حاسس ان احنا محتاجين نجيب لعيبه تانية، ده اللي انا حاسس بيه كده. نروح نجيب احنا معانا عقود ترشيح، نروح نجيب بيها لعيبه دلوقتي. ندخل هنا على الباكجات ونجيب هنا اللاعبين، وهنشوف هنجيب مين. هنجيب عقود ترشيح 5 نجوم. هنشوف في حد يا جدعان قولوا لي. انا شايف انه ما ينفعش خالص الدي ام اف عشان عندها 2، وما ينفعش ايزاك عشان ده مهاجمين برضو كتير. والمدافع ده كنت هجيبه بس هيبقى دستوراير، وحد 2 دستوراير، واحتمال كبير نجيب ياسين بول. ودي الاختيار ده اسيبه الحلقه الجايه ان شاء الله، تقترحوا عليا اجيب مين، وهعمل برضو في المنتدى وتقولوا لي اجيب مين. وده لاعب كده افكر اجيبه مثلا طاقته يعني متوسطه، ممكن نجيبه ب4 نجوم بس نسيبه دلوقتي. ده الباكج اللي هو نازل من لسه نازل الخميس ده. ويعني شايف انسب لاعب اللي هو الهول بليار ده، لاعب يعني عن دبل تاتش والثرو باسنج بوينت كروسنج، لاعب يعني طاقته متوسطه كده على قده، بس حلو ب3 نجوم مش قصه يعني. كده خلاص استلمنا اللاعب، وممكن نجيب لاعب حد مثلا من باكج قلت شيء 5 نجوم. اللي جايب اللاعب الاخير ده لاعب 3 نجوم برضو، يعني عنده مهارات حلوه، عنده دبل تاتش والسول كنترول. ممكن احط له الاوت لا ممكن تحط له الفليب فلاب يبقى عنده سبيشال دبل تاتش. ودي يعتبر خطه خلاص اللي وصلنا ليها للاخر. هنجيب اللاعب ده نحطه هنا خلاص كده، ويلا بينا ندخل على اول ماتش معانا في الديفيجن. يلا بينا. وهنا يا جدعان هندخل على اول ماتش معانا، ويا ترى خصم جالنا خصم شرطتين، يعني نقول بسم الله كده. جالنا لاعب 2899 اقوى مننا بشويه. ونشوف خطتنا كده. خطتنا يعتبر حلوه كده، يعني اللاعبين حالتهم حلوه يعني متوسطه. نشوف خطه الخصم. بيلعب ب5 دفاع وعنده جندوجان، يعني تشكيلته متوسطه. وهنا اول هجمه كده للخصم، لكن عندنا ايه ده يا شمايكل؟ ايه يا شمايكل؟ مين اللي طلعك يا ابن الحلال؟ مين اللي طلعك دلوقتي؟ مش فاهم يا جدعان. والخصم كان بيحتفل يعني استفزاز في استفزاز. طيب تمام ماشي. هنا هجمه كده خدناها، جاكبو ضيعها. يعني ليه يا جاكبو كده؟ يا جاكبو تتقطع وتترد لينا بسرعه. يلا واحده كده. الله الله، اول جون كده يعني في الروقان كده والهادي. وهنا واحده تانية، يعني جابرييل لو كان عنده دبل تاتش كانت هتبقى جون 100%. وهنا خطيره كده يا جدعان. الدفاع يا جدعان يا جدعان انا نسيت ولقيت نفسي بلعب ب2 دستروير، ودي المشكله. يعني لعب ماكسيمن هنا هيرفع ماكسيمن يحط. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ هنا هجمه تانية كده خدناها. جاكبو جندي بقى. فودن يا فودن. طب يلا الغي ماكسيمن. ضربة جزاء. الحمد لله ضربة جزاء.
الحمد لله الحمد لله. هنشوطها بقول بجاكبو كده وخلاص، نشوطها بجاكبو، شايف هو المناسب يعني لضربة الجزاء دي. وهنا هنقول كده بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا جاكبو حطيناه في اليمين، بسم الله، جول. الحمد لله الحمد لله ان هي جول. هنا هجمة تانية كده الخصم. فين الدفاع يا جدعان؟ الدفاع يا الله، 2 دستروير. يا لو على المشكلة اللي احنا فيها، جول يا جدعان. 2 دستروير دي مشكلة كبيرة اوي، لازم نجيب حد بيلد اب، لازم نجيب حد بيلد اب دلوقتي بعد الماتش ده. وهنا هجمة تانية كده لينا، بترد كرة خطيرة كده، يلا ارفع، هي بتاعتك دي يا راشفورد، يا راشفورد، حرام عليك يا راشفورد. يعني مش عارف اقول ايه بصراحة، بس تمام. وهنا يا جدعان الماتش يخلص 3-2 للخصم، مع انه بصراحة مش عارف يعني، لا احنا لازم نجيب دلوقتي مدافع. هنجيب مين؟ نجيب مدافعين بيلد اب كلهم. في ناس قالوا لي يعني مش عارف، نجيب فان دايك، الابا، ميليتاو، فاران، لا جفارديول. شوف جفارديول، باين جفارديول كده، حاسس انه انسب واحد وبيلد اب، وكمان بيلعب ال بي، هينفعنا قوي. عنده مهارات كتير قوي يعني، عنده بلوكر وانترسبشن وبوينت كروسنج، عنده مهارات حلوه قوي كده. خلاص جبنا جفارديول، وجبنا جفارديول معانا ب150,000 جي بي. جدعان الناس قالت لي هات فان دايك، يا جدعان فان دايك اغلى ب150,000 جي بي، هنصرف الجي بي يعتبر معانا كله. وهنا ندخل على الماتش اللي بعده، ويا ترى هيجيلنا خصم عامل ازاي؟ جالنا خصم 3 شرط حلوة اوي، ويعني ديفيجن 6، جيب اخرك معايا. طيب تمام يا صاحبي، هجيب اخري معاك ان شاء الله. هنا جالنا كده فودن حالته وقع، ننزل مكان اللاعب الجديد اللي احنا جبناه ده. يا الله نسيت يا جدعان اجيب جفارديول واطوره، نسيت احطه في التشكيلة. طيب تمام ان شاء الله الماتش ده عدى على خير، ننزل الماتش الجاي. وهنا هجمة تانية، كورة كده خطيرة من الخصم، لكن شمايكل تصد عليها. عندنا هجمة تانية، ولكن جاكبو يقطعها جامدة اوي، اديها مارتينيلي، جميل كعب اوي، ادي واحدة الماكسيمان، واحدة مهارة من عندك يا ماكسيمان، جون جاب، عظمة يا ماكسيمان والله. هنا هجمة تانية يجري بيها الخصم، يعني خطيرة. الدفاع دستورير، لا يا جدعان ايه ده؟ يعني ايه الجون ده؟ ايه الجون ده؟ طيب مش فاهم. احتفل كويس. طيب تمام. هنا هجمة تانية كده خطيرة، لكن الكرة تطلع برا. هنا ترد الكرة لينا، هجمة كده ماكسيمان، اجري يا ماكسيمان، جامدة أول، مفيهاش اوفسايد بتاعتك دي. النت يا الله، نت يا جدعان. طيب هجمة كده الخصم مرتدة، لكن نقطعها على طول. ادي الكرة جميلة، يلا واحدة كده من عندك، يلا يا ماكسيمان، واحدة كده شوت، يا الله جميلة ماكسيمان. ايه ده يا جدعان؟ ده يا جدعان ماكسيمان ضعيف فينش، هو ماكسيمان جاب مساعدة تحط فينش كده. جبنا جفارديول وطورناه، حطوه في التشكيلة خلاص. وهنا يعني ندخل على اخر ماتش معانا في الحلقة، جالنا واحد ديفيجن 5 اقوى مننا. التشكيلة ننزل بقى لويس البرتو احسن من كان فودن، يعني شايف ان هو لويس البرتو احسن حد، ونجيب راشفورد هنا طبعا، وننزل لويس البرتو هنا خلاص كده. نشوف تشكيلة الخصم مع صلاح ودي ماريا ومبابي، هجوم جامد يعني. هنا كرة رفاعية كده، اكانجي، لا جون جامد اكانجي كده، وضربة ركنية. هنا هجمة تانية كده خطيرة، جاكبو يا جاكبو ده يا جاكبو، لكن لسه فيها صلاح، جاكبو ماكسيمان، جامد يا ماكسيمان جامد. هنا هجمة تانية خطيرة كده، خصم ليفاندوسكي. ايه ده يا اكانجي؟ مش عارف تجيبها دي يا اكانجي. واحدة كده بقى كانسيلو يقطعها، واحدة اوتسايد كيلر، ايه ده يا جدعان ايه ده؟ طيب هجمة تانية خطيرة كده، مارتينيلي، راشفورد بقى لوحده، خلصناه. بقت 3 كده، نلعب بقى كده واحدة، جندي. ايه ده؟ هو نت وكمان بره. طيب خلاص تمام كده، الماتش خلص 3-1، ونحمد ربنا على اللي احنا عملناه. وطبعا البيلد اب هو الدنيا يعني، هو البيلد اب. وطبعا دستروير احسن لاعب عندنا جاكبو وماكسيمان وراشفورد. جدعان اللي قال لي ماكسيمان ده جدع جدا يعني، راجل جامد. وطبعا يعني لسه بقيه اللعيبه هنجربها ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. وكده خلاص صاحبي، وصلنا لنهايه الفيديو. بس يا صاحبي لنا الاشتراك بتاعك، وقلنا اللاعب في التعليقات نجيبه الفيديو اللي جاي.